احنا كل حال ما تكونش في علاقات طيبة على حساب تاريخ ولا على حساب الذاكرة ولا على هو عارفها، ولكن الأمور تتحل بذكاء وتتحل بهدوء وتتحل مش بشعارات ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا. الذاكرة نتاعنا ما نتخلاش عليها أبدا، ولكن ما نديرش منها ان فونت كوميرس. احنا واثقين من نفوسنا، واثقين من جدودنا، واثقين من في انا اعتقد ان الجماجم اللي جبناها وهذه يعني استنجزت كمان، استنجزت باسكو تنحات من كانوا رافضين من قبل. فيه تصريحات هو بروحه نتاعو قال الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، قالها، قال كذا، ولكن احنا ماشيين مع فرنسا بحزم خاصة العلاقات الطيبة تفيد دائما، علاقات طيبة. ولكن في فرنسا عندها دور في الساحل، والساحل هذا ملتهب، وأمن الجزائر والعمق الاستراتيجي الجزائري تقريبا مهدد. تصريحات الرئيس الفرنسي مؤخرا بمناسبة قمة الساحل، مجموعة 5 ساحل، قال أنه تحصل على التأكيد من الجزائر بأنها سترسل قوات أو سترسل الجيش الجزائري إلى الساحل لقتال. ثقا باللي الجزائر ما ترسلش، ومجرد ما ينطق باللي الجزائر ترسل احنا ما نرسلوش، حتى لو كنا مضطرين نرسلوا ما نرسلوش. لا، هما شوف الجزائر، المكانة تاع الجزائر اللي ندعي بها واللي هي حقيقة، قوة ضاربة في افريقيا، حب من حب وكره من كره، سومي بيسونس افريقيا، جيشنا قوي، امتدادنا نحافظوا عليه في افريقيا وغير افريقيا. ولكن انا باش نبعث ولاد الشعب يضحيوا من اجل فلان ولا فلان ولا المالي ولا لا، ما نديروهاش. نديروها اذا كان فيها كيفيه تاع ردع. هو اليوم فرنسا توغل يعني ظننا باللي مهمتها التاريخيه انها تحمي هذا الدول. احنا النظريه نتاعنا نساعد باش تكون شويه ديمقراطيه وباش الدول تتبنى. الدوله ماهوش رئيسها. اليوم نشوف مثلا شيء ولا شيء الدوله تمتم، الدوله تنهار. ما نذكرش الاسامي تاع الدول باش ما نحرش. احنا مؤخرا احنا الاولين اللي بعثنا انذار الناس تاع الشارع نتاع نيامي اللي ما قابليش بازوم، ما قابليش كذا، قال حذاري. احنا ما قبلش هذا الانتقال والعنف، ما لناش مع العنف. مات. بون عاودوا ثاني فرنسا بعثت ثاني من بعد. تم فرنسا هما تشوف باللي عارفين، وقالوها لنا احنا عارفين التواجد نتاعكم في افريقيا طبيعي وعندكم نفوذ قوي في افريقيا. احنا اليوم انغولا عندها الجزائر وبس، زيمبابوي عنده الجزائر وبس، النيجر جنوب افريقيا كيف كيف، ولكن احنا عمرنا ما استغلينا هذا النفوذ نتاعنا لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا كذا.